السلام عليكم متابعي قناة الأوفياء أخبار بلادي. اليوم غادي نهضروا على واحد المقابلة كرة القدم اللي دازت في كأس العالم في أمريكا. المقابلة اللي كانت جمعت ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النمساوي، المباراة المثيرة للجدل في سنة 2026. المباراة اللي سالت بالتعادل وأقصت المنتخب الإيراني وخلات مواقع التواصل الاجتماعي تغلي خلات مواقع التواصل الاجتماعي كلشي كيهضر على المباراة هذه. الموضوع قبل انطلاق المباراة بزاف ديال المحللين والجماهير قالوا ان التعادل يخدم مصلحة المنتخبين، يخدم مصلحة المنتخب الجزائري والمنتخب الإيراني، وقالوا بأن التعادل كيدمر المنتخب الإيراني وكيقصيه في كأس العالم. المهم وعندنا في هذا الفيديو عندنا اعترافات ديال المحللين الجزائريين بانه كانوا عارفين بان الماتش غادي يخرج تعادل من الاول قبل بدايه المباراه، ولكن داخل الملعب حنا ما كنحكموش على الماتش، ما كنقولوش بان الماتش صراحه الماتش مخدوم ولا واحد الحال، ما عندناش شي حقائق وشي حاجه اللي كتثبت بان المباراه مغشوشه، ولكن كاين بزاف ديال الصحافه العالميه اللي هضرات على المباراه وقالت بان المباراه كتشبه المباراه اللي كانت وقعات السنين هذه. ورغم من انتشار الشائعات على مواقع التواصل وما كاين حتى دليل رسمي او تحقيق يثبت ان المباراه كانت فيها تلاعب. المهم نخليكم على الفيديو ونتلاقاو بعد الفيديو ان شاء الله، ونتمنى نال اعجابكم وما تنساوش دعمنا بلايك ومتابعه وكنتسنى الكومونتيرات ديالكم تقولوا على المباراه الراي ديالكم في التعليق على مباراه كرة القدم. شكرا. كاين واحد التفاصيل انا صراحه اللي راهي تخوفني في هذه المباراه، ماشي الجاهزيه تاعنا، ماشي اللاعبين، شويه المدرب باش نكونوا صريحين لازم يقرا مليح المنافس، لكن هذا التفصيل لانه المنتخب النمساوي الى ربح سيواجه المنتخب الاسباني قاسم، والى تعادل معنا سيواجه المنتخب الاسباني، لكن اذا هزم سيقصى رسميا. يعني النمساويين يهضروا بينهم وبين روحهم، يقول لك إلا كاين هاد المعطيات نلعب باش نربح. يعني تقدر اليوم بالك حنا نستناو منتخب النمساوي يلعب بتحفظ، لكن يمكن أن يفاجئنا سعيد كناوي ويدخل بقوة، لأنه شوف الدور النمسا لو كان تلقى باش تربحك تخرجك أكيد. لكن نتكلموا على المغامرة، احنا المدرب قبل ما يشوف الجانب التكتيكي أي جانب يشوف ما يدور في المباراة من الجانب الذهني. حتى اللاعبين ابراهيم الكلام اللي قلته الآن، اللاعبين راه في راسهم سي دي زاتر هيومان، سي دي جوار راهم مهتمين بهذا الأمر. حسابات كل الدنيا كلها في حسابات. 82 كانوا حسابات، 86 كانوا حسابات للتاريخ قالها مراد أعمارة حارس لا جي اس كاف 82، وقالها رابح سعدان انه حتى الاسبان في وقت من الاوقات 86 تقربوا من الجزائر باش نلعبوا تعادل، وحنا الجزائر رفضوا هذاك الوقت. والمهم اذن هذه الامور موجودين في كره القدم. النمسا يحبوا يطلعوا هما طالعين بريمير بلاس، ماتش نول بريمير بلاس، دوزيام بلاس، ماتش نول دوزيام بلاس، يفوزوا دوزيام بلاس، يخسروا إليميني. الجزائر ماتش نول تروازيام بلاس، نربحوهم دوزيام بلاس. احنا دوزيام بلاس ما تساعدناش ثاني نروحوا نلعبوا كونتر الاسبان، اون بريفير لا سويس، ونقولوا بالك بور باسي اون ا بوكو بليس دو شانس باش نجوزوا. اذا الفريق الجزائري، المنتخب الجزائري، المنتخب نتاعنا هموا الماتش نيل، الفريق الثاني هموا الماتش نيل. مانيش نقول انا ماني نقول والو، كل واحد درك الكلام تاعي انا هضرته، وكل واحد يفكر كما يحب. كيفاه يفكرها بتفكيره. انا نقول لك تقصد هاني نقصد اللي نقصدو. المدير الرياضي تاع الاتحاد النمساوي لكرة القدم استعرضنا تصريح تاعو امس في قناة شروق في برنامج كرة مونديال، قال بصريح العبارة يمكن أن تنتهي مباراة الجزائر والنمسا بالتعادل، وستنتهي بالتعادل. هل هذا تلميح؟ أنا راني نقول ستنتهي بالتعادل. أنا قراءتي العامة ماهوش غير الجانب التكتيكي، من كل الجوانب مباراة النمسا والجزائر ستنتهي بالتعادل. ما كان نشوفوها
اللي حب يشوف يشوف، اللي حب ما يشوفش ما يشوفش. انا رايي ستنتهي بالتعادل، وقراءتي للمباراه وما يحيط بالمباراه، الجزائر تساعدها ماتش نيل والاخرين تساعدهم ماتش نيل، هما داروها ديجا في 82، لما لا ما يديروهاش في 2026. وعلاش حنا اللي كنا نشكيو منها من 82 حنا نشكيو من الظلم، حنا نشكيو من مباراه لا فيرغونيا، مباراه العار، نشكيو ونستناو جات 2026 نكرر نفس الشيء؟ لان ما عندناش الامكانيه ان نفوز على النمسا. كيف ما عندناش لو كان المنتخب الجزائري لا يملك الامكانيه جوسكا بريزون، لو كان نفتحوا اللعب ونلعبوا الند ما للند نقدروش نفوزوا على النمسا. عندهم هما علاه النمسا ولات اسبانيا؟ لا احسن منا حاليا، النمسا افضل منا. نعم حاليا. من اي ناحيه؟ من كل النواحي، من كل النواحي، من ناحيه، من الجانب التكتيكي، من الجانب، من كل النواحي. انا راني نتكلم في إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني قال بعد المباراة أمام النمسا اللي ربحوها بهدفين دون رد، قال أنه المنتخب النمساوي يلعب باندفاع بدني، لكن قال أرخيليا الجزائر أفضل من الناحية الفنية. كيفاش تقول لي أفضل منا في كل شيء؟ وقالها ما هذا موش قرآن، هذا ما مد إلا رأي دنجوار، هذا رأيه مد راي على منتخب. هو لعب معهم، لعب ضدهم يا حبيبي في ابراهيم. اسبوع. احنا ذكر ما نعرفوش الفوتبال، ما نعرفوش كاع الفوتبال. كونتر الارجنتين من أسوأ المباريات اللي لعبها المنتخب الوطني في تاريخ كرة العالم، بطولة العالم. نعم. هي مباراة ضد الارجنتين، هذه لازم نعرفوها. لكن علاش خير من النمسا؟ حاليا قلت لك خير منا، وإحنا تساعدنا ماتش نيل وهم تساعدهم الماتش نيل، وراح نلعبوا على الماتش نيل. الأمر المثير في تصريحك هو راك تقول بطريقة مباشرة وغير مشفرة أنه مستحيل نقدروا نربحوهم. صعب جدا، لو كانت تمد بورسنتاج في صعب جدا نربحوهم. لا مانيش موافق انا صعب، عندنا الحظوظ باش نربحوا فريق النمسا. نلعبوا باش نربحوا، قلت لك صعب، مانيش نقول ما نربحوش. المقابلات تكون صعب يا سمير، ولكن عندنا حظوظنا قائمه. عندنا مد بورسنتاج 50-50 ان شاء الله يا سعيد. قول 50-50، نقدر نقول 60 يا الجزائر تكنيكمون. ان شاء الله ما يسمعولكش هاد لي سيبورتور هذوما اللي انا نشوفهم في هذه الصور الحصريه الخاصه بقناه الشروق نيوز من كانساس سيتي. هاد الصور للجمهور شغوف بالفريق تاعو، شغوف بالمنتخب تاعو، شغوف باللاعبين تاعو، ويطمح من اجل تحقيق الانتصار. اكيد كاملنا متفائلين من حق. صح كي نسمع سعيد كناوي يقول انه صعب نربح مع النمسا، وكانه راك تهضر على المنتخب الاسباني ولا البرتغالي. لا نقول نلعبوا بور لو ماتش نيل، في يعني مقارنه بالشيء اللي شفناه لي دو ماتش اللي فاتوا، ماناش في المستوى اللي نقدروا نفوزوا بسهوله مع النمسا. نلعبوا بور لو ماتش نيل. خوتي رجعنا لكم من جديد. سمعتوا التحليل ديال الصحافه الجزائريه اش كيقولوا على المنتخب الجزائري والمنتخب النمساوي قبل بداية المباراة؟ كانوا كيقولوا بأن التعادل، وكانوا الناس متأكدين بأن كاين التعادل في ذاك المقابلة، فهمتي. ورغم هادشي كامل كاين جدل بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك أو اليوتيوب، لكن حاليا مازال ما كاين حتى شي إثبات كيثبت بأن وقع التلاعب في مباراة الجزائر والمنتخب التونسي. دابا الدور كيوقع عليكم انتم المتابعين الأعزاء، كتبوا في التعليق ديالكم، نقرا التعليق ديالكم كاملين، كتبوا الآراء ديالكم في مباريات المنتخب الجزائري والمنتخب النمساوي. هل هناك تلاعب حقا أو هناك أمور مشكوك في أمرها؟ الله أعلم. حاليا دابا ما كاينش شي إثبات اللي كيثبت بأن صحة الكلام ديال الصحافة وديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. نقاش التعادل هذا قام بإقصاء المنتخب الإيراني، بحال كاين شي مخطط كامل في هذه الحرب، دخلوا الحرب مع كره، والله اعلم، دخل السياسه مع كره، والله اعلم. قاموا بالتعادل باش يتم الاقصاء ديال المنتخب الايراني. المهم اخوتي، نخليكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنساوش تدعمونا بلايك ومشاركه ومتابعه الفيديو باش يوصلكم دائما الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.